الحمد لله. كابتن ابراهيم فهمي، كابتن صبحي اللي الناس كلها عارفه حضرتك. الكابتن صبحي نجم وحافه. تقول ايه على حضرتك على اليوم الجميل؟ وفكرنا بالايام الجميله بتاعت حضرتك. كره معموره بتهنى حضرتك. المسيره. أنا طلعت من الجيش سنة 73 سنة 75 طلعت من الجيش سنة 75 بعد ما حضرت الحرب بتاع 73. المهم كنت رحت بتمرن مع سكة حديد طنطا. كان بيمرنا السكة حديد وقتها الكابتن صادق الله يرحمه. فقال لي أنا شايف لك مكان كويس هوديك وبتاع وكده ومش عارف ايه. المهم اتفضل. المهم وانا بتمرن معاهم كان جه دوره للمحافظات في الشرقيه، بيتعمل منتخب من الغربيه. فانا كنت من ضمن المنتخب ده، وكان ناس من نادي طنطا بالك وناس من زيوت بالك، ورحنا سافرنا الشرقيه وقعدنا هناك 5 ايام. فكانت دوره يعني زي ما تكون دوره اولمبيه. يعني في كره قدم، كان في تجمعات كويسه، في بوكس، في مصارعه، في جميع الالعاب، دوره اولمبيه جميع الالعاب. واتعرفت بقى على لاعيبه احافه، خدت بالك، وحصل بينا انسجام. بصراحه حصل بينا انسجام. فالمهم تنتنا نلعب ماتشات، بقينا عمالين بنكسب. الماتش النهائي كان مع الشرقيه. البطوله كانت واقفه على الماتش بتاعنا. لو احنا كسبنا ناخد البطوله، لو احنا خسرنا الشرقيه هي اللي هتاخد البطوله. المهم كسبنا يوميها 1-0 بسم الله ما شاء الله، وكسبنا البطوله، وكانت حاجه يعني حاجه جميله جدا. المهم بقى بتوع حافه كان الكابتن محي الكيلاني الله يمسيه بالخير وربنا يديله الصحه. جالي انا وسمير نعمة الله ابو الكابتن احمد سمير. قال لنا الكابتن بكري بقى، الكابتن محي الكيلاني الله يمسيه بالخير، قال لنا انا عايزكم فوق حافه. احنا بقى كنا انسجمنا مع لعيبه احافه، مع محمد الله يرحمه وفتحي القللي، ويعني نجوم بالك، وعادل السمري، تاريخ احافه بالك. فانا بصراحه انسجمت مع الفرقه دي لما كنا في الدوره دي في الشرقيه، وجينا زي ما قال الكابتن محي انا والكابتن سمير. المهم جم ايدوني ولعبت معاهم. فاثناء ما انا بلعب الزيوت جم كلموني، احنا عايزينك تلعب معانا في الزيوت. المهم فريق الزيوت كان فريق كويس وقتها، كان في الدرجه الاولى. قلت لهم والله انا بلعب في فرقه، خلصوا معاهم ويبقى نشوف هنعمل ايه، خدت بالك. هم راحوا كلموا الكابتن بكر النجار، فكان رد الكابتن بكر النجار ايه؟ قال لهم لو دفعتوا مال الدنيا في الكابتن صبحي احنا مش هنطلعه من احافه. انا من الموقف ده بكيت بصراحه، خدت بالك، وقلت الناس دي عشريه والناس دي انا مش هسيبها. وتنتني معاهم وبقت تجي لي اي مكان. انا خلاص بقيت ابن احافه. دمك بقى. انا بقيت ابن احافه. حبوني وانا حبيتهم بمنتهى الصراحه، خدت بالك. وبقى ما يهمنيش بقى العب في درجه اولى وبقينا نصعد والراجل ده يشهد ان بقينا ناخد بطوله الدوري. ناخد بطوله الدوري ما يصعدوش، والمفروض نخش بقى في درجه اولى وبتاع مش عارف ايه. بس ما كانش عندنا ملعب. كان تمريننا في الاستاد، والقانون ساعتها كان بيقول لك ايه؟ لازم يكون عندك ملعب للاسف. وتنتنا بقى مع بعض، وفي ناس سابت الفرقه ومشيت، وفي انا تنتني موجود مع الفرقه. بعد ما خلصت بقى والعمليه كبرت يعني. ربنا يديك الصحه يا كابتن. الله يخليك. اندبلت الورده يا كابتن. قالوا لي مش هنسيبك، انت هتدرب. انت